أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في واحد من أكتر المشاريع الفضائية اللي بتشغل العالم دلوقتي، برنامج أرتمس. دي خطة ناسا الطموحة جدا عشان نرجع تاني للقمر. بس الموضوع المرة دي مختلف. دي مش مجرد زيارة وخلاص، لأ، دي تعتبر بداية مرحلة جديدة تماما في تاريخ استكشافنا للفضاء. تمام. دي خطة السير بتاعتنا. هنبدأ بسؤال مهم جدا: إشمعنى دلوقتي؟ وبعدين هنغوص في تفاصيل التكنولوجيا الجبارة اللي بتشغل المهمة دي والمخاطر اللي بتواجه الطاقم. وفي الآخر هنربط كل ده بالصورة الكبيرة: إزاي القمر هو مجرد محطة في طريقنا للمريخ. وهنا نوصل لأول نقطة، واللي هي يمكن أهم سؤال. بعد ما غبنا أكتر من 50 سنة، العالم كله بيسأل: ليه دلوقتي؟ إيه اللي اتغير عشان يخلي العودة للقمر تبقى على رأس الأولويات تاني؟ يعني بنتكلم في أكتر من نص قرن عدى من ساعة ما آخر إنسان مشي على سطح القمر. دي فترة طويلة جدا تخلي أي حد يفكر: إيه الدافع الحقيقي ورا الرجوع ده؟ إيه اللي حصل خلانا نقول يلا بينا نرجع؟ بصوا كده على خط الزمني ده، الفجوة كبيرة قوي. 50 سنة. الفترة دي ما كانتش مجرد وقفة، لأ، دي كانت فترة العالم كله اتغير فيها: التكنولوجيا، الأهداف السياسية، حتى أحلامنا كبشر. عشان كده أرتمس مش مجرد تكرار لأبولو، ده عصر جديد تماماً، بأدوات وأهداف مختلفة كلياً. ودلوقتي نيجي للنقطة التانية عشان نفهم أكتر الاختلاف ده. لو مهمات أبولو زمان كانت سباق عشان نزرع علم، فبرنامج أرتمس هو مشروع عشان نبني وجود دايم هناك. الهدف أعمق بكتير من مجرد إننا نسيب كام أثر قدم على التراب. والمقارنة دي بتلخص كل حاجة. أبولو كان سباق سرعة والهدف كان سياسي بحت، لكن أرتمس ده ماراثون. الهدف إننا نتعلم إزاي نعيش ونشتغل في بيئة الفضاء العميق لفترات طويلة. الموضوع ما بقاش أعلام وبصمات، بقى علم وموارد ومستقبل للبشرية. طيب، مهمة طموحة بالشكل ده تفتكروا محتاجة تكنولوجيا شكلها عامل إزاي؟ الجزء ده بقى هو قلب الموضوع، هنتكلم فيه عن الآلات الخارقة اللي بتحول الحلم ده لحقيقة. في قلب برنامج أرتمس عندنا الوحش ده، صاروخ نظام الإطلاق الفضائي أو ال SLS. وببساطة شديدة، ده أقوى صاروخ البشر بنوه في تاريخهم. هو مصمم لهدف واحد: إنه يزق البشر وحمولاتهم لمسافات أبعد من أي حاجة عرفناها قبل كده. وعشان نتخيل الرقم ده معناه إيه، قوة الدفع دي هي اللي بنحتاجها عشان الصاروخ العملاق ده يهرب من قبضة جاذبية الأرض. تخيلوا كده قوة أكتر من 160 ألف عربية بيدوسوا بنزين على الآخر في نفس الثانية. دي قوة مش طبيعية. والإطلاق نفسه مش مجرد حدث واحد، دي عملية هندسية معقدة جدا ومتصممة بالملي. كل مرحلة بتسلم للتانية عشان نوصل في الآخر للسرعة المطلوبة. أهم خطوة فيهم هي الأخيرة دي، اللي اسمها الحقن عبر القمري. دي الدفعة الصاروخية النهائية اللي بتدي المركبة الفضائية الزقة الأخيرة عشان تخرج من مدار الأرض وتبدأ رحلتها الطويلة ناحية القمر. أما ده فده يعتبر بليصة التأمين على حياة الطاقم. الدرع الحراري ده هو التكنولوجيا اللي بتخليهم يقدروا يرجعوا للأرض سالمين. وإحنا بنتكلم عن حرارة بتوصل لنص درجة حرارة سطح الشمس تقريباً، وهو بيخترق الغلاف الجوي. من غير الدرع ده ببساطة مفيش عودة. يلا بينا دلوقتي نروح للمرحلة اللي فيها بشر مهمة أرتميس 2. هنا بقى بنشوف إزاي كل التكنولوجيا اللي اتكلمنا عنها دي هيتم اختبارها في أصعب الظروف، وظروف الفضاء قاسية جدا. هنا الإنسان بيدخل المعادلة. تمام، عندنا أقوى صاروخ وأحدث كبسولة. بس إيه هي أكبر الأخطار اللي هتواجه رواد الفضاء الأربعة في رحلتهم اللي هتلف حوالين القمر وترجع؟ لأن الفضاء بيئة عدائية لأبعد الحدود. مهمة أرتمس 2 هي الاختبار الحقيقي لكل حاجة. أول خطر الإشعاع الكوني. بره مجال الأرض المغناطيسي اللي بيحمينا، رواد الفضاء بيتعرضوا لإشعاع خطير جداً. تانياً، حرارة العودة المرعبة اللي الدرع الحراري لازم يستحملها بنسبة نجاح 100%. وأخيراً، أي عطل مهما كان صغير في أنظمة دعم الحياة أو الملاحة وهم على بعد آلاف الكيلومترات ممكن يكون معناه نهاية كل شيء. هدف أرتمس 2 هو التأكد من إننا جاهزين لكل السيناريوهات دي قبل ما نفكر ننزل على سطح القمر تاني. طيب، يبقى النجاح في تخطي التحديات دي عند القمر مش هو نهاية القصة. في الجزء الأخير ده خلينا نبص على الصورة الأكبر، الرؤية المستقبلية. والخطوات دي بتلخص الاستراتيجية كلها ببراعة. القمر هو ملعب التدريب بتاعنا، هو المكان اللي هنختبر فيه التكنولوجيا وناخد الخبرة اللي هنحتاجها عشان نقوم بالقفزة العملاقة الجاية، المريخ. كل خطوة على القمر بتبني للي بعدها وبتقربنا من حلم المريخ.
نجاح برنامج أرتمس ممكن جدا يكون هو الإجابة المباشرة على السؤال ده، هو اللي هيمهد الطريق ويحول الخيال العلمي لحقيقة واقعة. الخلاصة اللي لازم نطلع بيها من كل ده هي إن رحلة العودة للقمر هي في الواقع أول خطوة في طريق أطول بكتير، طريق المريخ. فالسؤال دلوقتي مش بس لو كنا هنرجع للقمر، لكن يا ترى إيه اللي مستنينا بعد كده؟ لما تدوس لايك النور بيعلى والدنيا بتقلب احتفال، ولما تشترك تبقى جزء من الرحلة الكبيرة دي.